أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم. الفاضل دولة الوزير الأول، السادة الأفاضل المستشارون لدى رئيس الجمهورية، السادة أعضاء الحكومة، سعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الجزائر، السادة المشايخ حفظة القرآن الكريم، السادة المشاهدين الذين يتابعون هذا البث الحي للتلفزيون الجزائري تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تسعد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ليلة الاحتفال بليلة القدر في 27 من رمضان للعام الهجري 444 بعد الألف في جامع اسمه الجامع الكبير، حيث يختزن التاريخ هنا عراقته بين سواريه وبين ثناياه شاهدا ومشاهدا. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وصال بين العبد وخالقه، وشهر فيه من البركات والخير ما خص الله به عز وجل هذه الأمة، فاجتمعت بركة الزمان ببركة المكان، وجمعت العبادات مع بعضها البعض، صلاة وصيام وقرآن. وخاصية عظمى لهذا الشهر الفضيل أن الصوم أجره يوم القيامة لا ينقص باستيفاء حقوق الخلق، فطوبى لمن صام رمضان وقامه
إيمانا واحتسابا. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيلا عن جيل ورثت الجزائر من آبائها إلى أحفادها برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، برسالة مستمرة ومستقرة عهدها دائم في الأفق، براق مثل المنارة هاته في هذا الجامع، وكل جوامع الجمهورية كذلك، تنير بسمائها البحر الأبيض المتوسط وتصل إلى أعماق إفريقيا. القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل في هذه الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا منزلين، فطوبى لمن فاز برمضان، وطوبى لمن حق له الأجر أن يكون من العتقاء. أيها الجمع الكريم، سادة المشاهدين، سنة حميدة بقيت الجزائر شعبا وحكومة ودولة قائمة على القرآن وعهده، وقائمة على أهله ممن يحفظون الود والوصال. هذا عهدنا بأنفسنا وعهدنا برسالة ننقلها للعالم أجمع، أن القرآن يحفظنا وأننا نحفظه. أيها الجمع الكريم، ونحن نلتقي للاحتفال بهذه الليلة المباركة الطيبة التي يضاعف فيها الأجر وترفع فيها الدرجات ويكتب فيها الناس عتقاء من النار يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. إخوة الإيمان، إننا نجتمع في هذا الحفل الذي تنتظم فقراته جملة وتفصيلا من أجل أن تبين رسالتنا المستمرة أننا أهل القرآن وخاصته ممن حباهم الله عز وجل بهذا الفضل. القرآن الكريم وهو يزين مساجدنا ونحتفل به دائما، هو وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين. نتوقف لحظات إخوة الإيمان، وقد حلت صلاة العشاء في الجزائر العاصمة وما جاورها. نتوقف لحظات لرفع الأذان ثم نكمل. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تقبل الله صلاة الجميع. نعود إخوة الإيمان الحاضرين معنا ها هنا ومشاهدي الكرام في هذا النقل الحي للاحتفاء والاحتفال بليلة القدر المباركة ها هنا من الجامع الكبير الذي يختزن عراقة 950 عاما بالعد الهجري. ولعل تاريخ أمتنا واحتفائها بالقرآن الكريم لا يقل أهمية عن احتفائها بالسنة النبوية المطهرة.
وكما درجت مساجد الجمهورية قاطبة على الاحتفاء بسنته عن طريق شرح ودراسة صحيح البخاري، فإن ختمة للبخاري دائما تدبج مسامعنا وآذاننا في هذه الليلة المباركة. ولذلكم إخوة الإيمان الجمع المبارك الطاهر، أدعو باسمكم جميعا سادة المشايخ ليشنفوا أسماعنا بختمة لصحيح البخاري من هذا الجامع المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بسندنا المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي، نفعنا الله ببركاته وعلومه آمين. وبه قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والصالحين. اللهم ارزقنا العمل بكتابك المبين والاهتداء بسنة نبيك الأمين واحشرنا معه وبجواره يوم الدين. اللهم أسبل علينا أثواب رحمتك وأنر بصائرنا بنور هديك واملأ قلوبنا بالتوكل عليك واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا بهديك يا خير الهادين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصلاح في الولد والعافية في الجسد وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لكل خير وأمنهم من كل شر. اللهم أيد بالحق ولي أمرنا ووفقه لكل خير واهديه إلى كل بر واحفظه بحفظك حيثما حل وارتحل وابسط عليه رداء سترك وعافيتك وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أمن بلادنا الجزائر من مكر الماكرين وشر الحاقدين وكيد الكائدين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظ اللهم جيشها ورجال أمنها وكل العاملين على حفظ وحدتها ومرجعيتها وهويتها. واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واغفر لنا
واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ليلة القدر يا ريحانة المهج، زف البشائر بالغفران والفرج. روحي لعطرك يا قمراء تائقة، فعانق الروح يا إشراقة الوهج. يا رب عبدك للأنوار مرتقب، من عاش نورك لا يحتاج للسرج. من القرآن الكريم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، ثم إلى فهوم العلماء في تنزيلهم من الوحي المنزل إلى واقع معيش. ندعو في هذه الفقرة لإلقاء درس بهذه المناسبة الشيخ عز الدين بوغنم، المستشار المكلف بالدراسة والتلخيص لدى السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الحفل الكريم، كل باسمه وجميل واسمه مع حفظ الرتب والمقامات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قد مضت سنة الله عز وجل في مخلوقاته أنه يختار ما يشاء. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فاختار من الشهور شهر رمضان، ومن هذه الليالي المفضلة ليلة القدر، فهي خيار من خيار من خيار. هي ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق وأمور العباد، وتأخذ الملائكة صحائف الأقدار عاما كاملا من ليلة القدر إلى ليلة قدر أخرى، فلا يبقى جليل ولا حقير إلا كتب الله أمره عاما كاملا. قال تعالى:
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي ليلة القدر لأن الإنسان يعظم قدره فيها، إذا أحياها فتكتب له السعادة ويمحى عنه الشقاوة. ولعله من النكت البديعة التي تذكر في هذا المقام عن بعض العارفين بالله تعالى، وهو الإمام الحافظ الحجة سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، أنه قال فيما نحن بصدده، قال: ومن جملة، وهذا في نكتة بديعة له حضرتني اللحظة، أنه قال: من جملة ما يكتب الله تعالى في هذه الليلة المباركة أنه يكتب أسماء ضيوفه إلى البيت الحرام، يعني يكتب أسماء الحجاج في هذه الليلة، وذلك في كل عام يكتب ضيوفه إلى بيته الحرام. وهي ليلة القدر لأنها سلام كما وصفها الله تعالى، فمن أحياها وقام ليلها سلم من كل شر، وسلمت هي لأهل الخير، وخلصت فلا حق لأهل الشر فيها. فعادت ليلة القدر ليلة السلام من الشر والأذى والسلامة من العذاب، فهي سلام كلها، كما قال عز من قائل: سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي ليلة القدر أخفى الله تعالى تعيينها وتحديدها على سبيل الجزم، ليجتهد المسلم في العشر جميعها، وألا يقصر قيامه على ليلة واحدة. ورحم الله الصحابي الجليل أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، والذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، فإنه لما سئل عن ليلة القدر لم يخبر أي ليلة هي، كراهية أن يتكل الناس. وأبي رضي الله عنه مقتد في ذلك بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال فيما صح عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال معاذ بن جبل: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إني أخاف أن يتكلوا. فليلة القدر دعوة للعمل والصبر، ودعوة لترك الاتكال، ودعوة للمداومة على فعل من عظمت دواعيه وضعفت صوارفه، وكان إخفاؤها حافزا للعمل في الشهر كله ومضاعفته في العشر الأواخر منه، وفي هذا خير كثير للفرد والجماعة. وهذا كما أخفى الله تعالى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة لندعوه في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب لندعوه بأسمائه الحسنى. روى البخاري عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى أي تنازعا وتخاصما، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني لأعينها لكم. فتلاحى فلان وفلان، فرفعت أي من قلبي، فنسيت تعيينها، وعسى أن يكون خيرا لكم. وهي ليلة القدر لأنها جمعت ألوانا من الخير وأنواعا من البركة، وهي ليلة عامة لجميع من يطلبها ويبتغي خيرها وأجرها وما عند الله فيها. فهي ليلة عبادة وطاعة وصلاة وتلاوة وذكر ودعاء وصدقة وصلة وعمل للصالحات وفعل للخيرات. فالاجتماع
والاتحاد خير وأبر من الفرقة والتنازع والخصام. وقد كان التنازع والخصام سببا لذهاب العلم ومعرفة ليلة القدر أي ليلة هي. وتأتي ليلة القدر المباركة هذا العام، وقد سبقتها بالأمس مناسبة جليلة هي يوم العلم، وهي مناسبة للحديث عن العلم، فكان من لطيف التوافق أن تقع الذكرى قريبة من الليلة التي هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، فناسب الحديث عن يوم العلم في ليلة القدر. فما يقع فيها في ليلة القدر من أحداث جسام عظام إنما التوصل له والسبيل إليه بالعلم. لذلك تحيي بلادنا الجزائر كل سنة يوم العلم في ذكرى وفاة رائد النهضة الشيخ الإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس رحمه الله، القائل فيما نحن فيه: فالصوم ضرورة لنظام الغذاء وحفظ الصحة البدنية، وعون للإنسان على حسن استعماله لآلته الترابية الأرضية للترقي إلى آفاقه الروحية النورانية وكمالاته العلوية. فالحمد لله الذي شرع لنا الصيام وفرض علينا رمضان ووفقنا للقيام به في كل عام، نسأله المزيد إنه الحميد المجيد. ابن باديس رمز العلم والثقافة والعرفان، كما نعته بذلك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حفظه الله تعالى في كلمته بمناسبة يوم العلم. وابن باديس هو القائل في رائعته: يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. فالشباب المتحلي بالعلم والمعرفة والإبداع هو الرهان لإحداث النقلة المنشودة، وهي نقلة لا يمكن تجسيدها إلا إذا نجحنا في معركة نشر الوعي داخل أفراد المجتمع، وعي يجعلنا من خلاله ندرك طبيعة الأخطار المحدقة والرهانات القائمة والإنجازات التي يتعين تحقيقها. ولا يزال الرجاء معلقا بك وفيك حتى يتحقق على يديك ما يحفظ دينك وينهض بوطنك. فابن باديس رحمه الله هو القائل أيضا: ولن نستطيع أن نؤدي خدمة مثمرة لشيء من هذه كلها إلا إذا خدمنا الجزائر. وهي ليلة القدر ليلة العفو والصفح، وليلة المحبة والإخاء، وليلة لتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهي ليلة العفو والتسامح، ليلة يتفضل فيها الله على عباده بالعفو والمسامحة والغفران. فمن أحب نيل عفو الله هذه الليلة فليتجمل وليتخلق بخلق العفو وجمال الصفح، وليسامح لوجه الله عز وجل، فإن الله تعالى يعجبه العفو عليك ويجازي بالعفو عنك، لأنه أحق بالعفو منك، كما صح بذلك الحديث. فليلة القدر إنما ينال شرف فضلها وعظيم قدرها وينتفع بها ذو القلب السليم والصدر الواسع. ثم إن بقاء ليلة القدر وبقاء فضلها وبقاء الانتفاع بها مرهون بتماسك أهلها وتآزرهم ولم شملهم، ومتى تفرقوا ودبت بينهم العداوة والبغضاء ذهبت ليلتهم وذهب بهاؤها وقدرها ومقاصدها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين،
فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي المهلكة المستأصلة للدين. ففي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها، لأن الصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين. وفساد ذات البين ثلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع إفسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه. لذلك وصف الله تعالى حال الأولين من المؤمنين والسابقين من الصالحين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإنما قالوا ذلك لسلامة صدورهم ومحبتهم لإخوانهم. ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أفراد الوطن الأم بالجسد الواحد. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري الإمام. فيا أيها الأحبة، فلنجعل هذه الليلة ليلة للمحبة وليلة للأخوة وليلة للتراحم وصلة الأرحام، فهي ليلة سلام وليلة حب ووئام. فاللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر، واجعلنا من الفائزين بالثواب والأجر والعتق من النار، سائلين الرب سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة ليلة السلام أن يديم علينا نعمة الأمن والسلام وعلى أوطان المسلمين عامة، وأن يرزق أهلنا بفلسطين خاصة الحفظ والنصر والأمن والأمان. ولا ننسى أهلنا في أرض السودان الشقيقة، أن يؤلف الله قلوبهم ويجمع شملهم ويعصم دماءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل عز الدين بوغلم، المستشار المكلف بالدراسة والترخيص لدى معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ولأن اللغة خزان لا ينضب تصدق في معانيها وأحاسيسها، تحتاج بعضا من الأصوات حتى تحرك فينا تلك الأحاسيس الصادقة فتخرجها لنا علنا. أيها الجمع المبارك مشاهدي الكرام، أدعوكم لوصفة إنشادية تقدمها فرقة السماع من ولاية البليدة، فليتفضلوا مشكورين. يا أرض مليون ونصف قد سقوها بالدم لتظل باسقة المنى فوق السماء والأنجم. حب الجزائر في دمي وبحبها يشدو فمي، في القلب يسكن حبها وبحضنها أنا أرتمي. هي روضنا هي مجدنا ولها المشاعر تنتمي. هي أمنا هي حلمنا كل المنى أن تنعمي. هي عهدنا هي مجدنا بحمى رباها نحتمي. يا ربنا صن أرضنا من كل خطب مؤلم. أنا ابن جيل
ثائر حر أبي أكرم أروي لكم تاريخها أروي الزمان إذا ظمي وأنا حفيد شريعة غرى ودين قيم وأنا سليل حضارة سطعت بليل مظلم أنا من ثراها قد خلقت وأي خلق محكم أحيا بها وأحب فيها أن توارى أعظمي فبها سجدت لخالقي وسلكت درب معلمي صلوا عليه وسلموا يا رب صلي وسلمي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله شغلتني شهواتي عن صيامي عن صلاتي أنا ضيعت حياتي في هوى ما يغضب الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله لمتى هذا الغرور ورحى الموت تدور تفنى ودور والذي يبقى هو الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال من حوى كل المعالي قدره ما زال عال كم محب قد تتيم ومشوق قد ترنم وعذول قد تأيم واكتسى ثوب النكال حبه في القلب ساكن حسنه للعقل فاتن مدحه للقول زائن قوله أحلى المقام وصلاتي مع سلامي على النبي خير الأنام وعلى صحب كرام مع آل خير آل صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال
حوى كل المعالي قدره ما زال لهفي على شهر الصيام الفاضل ولا وأصبح كالخيال الحائل فانظر إلى أيامه كيف انقضت في الحين كالبرق السريع العاجل شهر به الرحمن فضلنا وكم فيه لنا من كل خير شامل يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام واسألوا الله قبولا في الختام ودوام الفضل مع نيل المرام شهر الصيام لقد كرمت نزيلا ونويت من بعد المقام رحيلا أسفا على الأمن الذي عودتنا وصنعت فعلا لا يزال جميلا شهر يفوق على الشهور بليلة عن 1000 شهر فضلت تفضيلا يا فوز عبد قد رأى مرة في عمره إذ أدرك المأمورا يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام واسألوا الله قبولا في الختام ودوام الفضل مع نيل المرام. نشكر الفرقة الإنشادية لولاية البليدة. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون سرحا بالتقى مزدانا لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. في رمضان المبارك لهذا العام 1444 للهجرة وتحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي في فرعيها المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره
والفرع المخصص للمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة في طبعتها 19، أما الفرع الأول ففي طبعته 3. واختارت لجنة التحكيم من المتسابقين الفائزين الأول. باسم هذا الجمع المبارك الكريم وسادة المشاهدين، أدعو دولة السيد الوزير الأول ليساهم في تكريم الفائزين الأوائل في الفرع المخصص للمسابقة التشجيعية للصغار الحفظة. وأبدأ أولا بالمتسابقة الفائزة بالمرتبة الأولى، ويتعلق الأمر بالمتسابقة الفائزة أمينة يخلف من ولاية المدية. تتفضل لتتسلم تكريمها من السيد الوزير الأول مدبجا بشهادة من لدن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أدعو الفائز الثاني محمد عبد الرحمن بالجوراري من ولاية غليزان ليتسلم تكريمه من السيد الوزير الأول، إضافة إلى كل التكريمات يدبج بشهادة من لدن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أدعو الفائزة الثالثة لفئة للمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة ملاك شتوم من ولاية عنابة لتتسلم تكريمها من السيد الوزير الأول بشهادة تكريمية من لدن السيد الرئيس. أدعو الفائزة الأولى في الفرع الثاني للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره في طبعتها 3 سمية أمير من ولاية البليدة لتتسلم تكريمها من السيد الوزير الأول بشهادة تكريمية مسداة من السيد الرئيس. أدعو الفائز الثاني صلاح الدين دفلاوي من ولاية المدية الفائز بالمرتبة الثانية ليستلم تكريمه من السيد الوزير الأول وبإسداء شهادة من السيد رئيس الجمهورية. نشكر دولة السيد الوزير الأول لمساهمته في هذا التكريم، وأدعو باسمكم جميعا الفاضل السيد المستشار لدى السيد رئيس الجمهورية السيد بوعلام ليكرم الفائزة الثالثة في الفرع الثاني لهذه المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية في طبعتها 3. وأدعو الطالب حمزة بن جودي من ولاية المسيلة ليستلم تكريمه من السيد المستشار لدى رئيس الجمهورية، وأيضا بإسداء شهادة من السيد الرئيس. ولأن تكريم الحفظة لا يكون إلا بتكريم مشايخهم، فإني أدعو عضو لجنة التحكيم ورئيسها الأستاذ عبد الرؤوف بكثير ليستلم تكريمه من السيد مستشار رئيس الجمهورية، علما أن هذه اللجنة هي التي أشرفت على عملية التحكيم لفرعي المسابقة لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. يستلم تكريمه أيضا بشهادة مسداة من السيد الرئيس. أدعو الدكتور عماد بن عامر عضو لجنة التحكيم وإمام هذا الجامع الكبير ليستلم تكريمه أيضا من السيد المستشار كونه عضوا في هذه اللجنة. يستلم تكريمه من السيد المستشار بشهادة مسداة من السيد الرئيس.
أشكر الفاضل مستشار السيد الرئيس الجمهورية لمشاركته في إسداء هذه التكريمات، وأدعو باسمكم جميعا صاحب الدار والضيافة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف ليساهم معنا في هذه الجلسة الطيبة ليكرم ما تبقى من أعضاء لجنة التكريم. ويتعلق الأمر بالأستاذ عبد الله عويسي، يتفضل ليستلم تكريمه وهو عضو اللجنة التي أشرفت على عملية التحكيم. يستلم تكريمه من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبعا بشهادة مسداة دائما من السيد الرئيس. أدعو الأستاذ بوشيبة بخدة عضو لجنة التحكيم ليستلم أيضا تكريمه. مسك الختام في هذه الليلة تكريم من السيد الوزير. بشهادة دائما مسداة من لدن رئيس الجمهورية. نشكر السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على مساهمته في هذا الحفل. بدأناها بالقرآن ونختمها بالقرآن. نعم سارة. نعم عفوا. نعم بدأناها بالقرآن، فيما تبقى من تكريمات هناك تسلم بعد. بدأناها بالقرآن كما ذكرت، يعني خطأ بروتوكولي. بدأناها بالقرآن الكريم ونختمها بالقرآن الكريم. وأدعو الطالب الفائز محمد بن عبد الرحمن بالجوراري ليختم مجلسنا المبارك هذا بالقرآن الكريم، على أمل أن نلقاكم العام القادم في ليلة احتفالية أخرى هي من ليالي الله في شهر رمضان المبارك في بلدنا الطيب. حفظ الله الجزائر وأهلها وبيضتها وقيض من يقومون على أمرها بسلام وأمان. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
صدق الله العظيم. كتاب الكلام تاج الكلام وقد هذا البرنامج الذي يشرف بأعينكم ويتهادى إلى أنفسكم عبر قناة القرآن الكريم وباقي قنوات التلفزيون الجزائري ويتسع